والله لو رأيت أبا يزيد مرة كان أنفع لك من أن ترى الله 70 مرة. أنه رأى الله فعلا. أخي المعلق، نحن نعلمه إذا أحب أن يتعلم. ما يعمل حاج. الله، رأيت الله، أشرحها لك على طريقة أهل العلم. أنا مبسوط منك يا دي عوضان. استمر. أيوه، وكويس إنك جيت قعدت جنبي كده، أحسن من اللي عامل لنفسه مسجف ده. مبسوط يعني؟ علم قال. اذكر يا واد اذكر. ايوه كده جدع، ربنا يبارك فيك يا عوضان. ده كتاب ايه يا بحبح اللي معاك دي؟ ده كتاب إحياء علوم الدين. الله عليك يا بحبح انت كمان، الله عليك. دي عارف الكتاب اللي معاك دي قام في التجلي والشمخ. انا قرأته كله، قرأته من الجلده للجلد، حافظه صم زي اسمك كده، والحمد لله لقيته كله تجليات. تجلي ايه يا حاج عوض؟ ده فيه كلام بلاوي وحاجات كتير غلط. وهو انت مين يا فاشل انت عشان تحكم عليه غلط ولا صح؟ يا حاج عوض ده صفحة واحدة بس اهي فيها بيقول لك ان رؤية ابو يزيد افضل من رؤية الله ب70 مرة. وهو يعني الكلام ده موجود في الكتاب؟ ايوه طبعا الكتاب قدامك اهو. شوف كده دي يا عوضين في التليفون اللي جبته لك كده، اصل التليفون بتاعي ما فيهوش رصيد يخش على النت. شوف كده شيخنا طبرس ده قال ايه عن الكلام ده بسرعة. وهي موجودة في إحياء علوم الدين. أيعقل أن شخصا يقول هذا الكلام؟ نعم يا أخي يعقل، وهذا الكلام لا غبار عليه وهو حق مبين. بيقول الكلام ده لا غبار عليه. ما هو يا عم انت، ما هو كل حاجة بالدليل اهي. شيخنا طبرس ده قال لا غبار عليه، يبقى لا غبار عليه. هو في دليل أكتر من كده؟ مفيش فايدة فيك يا حاج عوض. مفيش فايدة فيك؟ قامت عليكم ركب يا بعيد. البحبحاني ابني وداني البحبحاني. في عز الضلمة وكان أحد طلاب العلم ماسك كتاب إحياء علوم الدين وبيقرأ وبيتعلم منه حاجات كتير، وفجأة يا محترم لقى نص كده زعله حبتين. ما كانش يعرف إن هو جاهل، وإنه كان لازم يفهم النص بفهم سلف الأمة وبفهم السواد الأعظم الأشعرية الصوفية، وعلى رأسهم شيخنا الكبير طبرزد. فأخذ السؤال وبعته للشيخ طبرزد وهو يرد عليه، وكانت المفاجأة الشيخ صدمه بالإجابة. خلونا نبدأ. أعزائي المشاهدين متابعين قناة البحبحاني في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، النهارده هنشوف الشيخ عبد القادر وهو بيرقع لمقولة فيها إهانة وسوء أدب مع الله، وده يؤكد لك إن هم عندهم المشايخ معصومين وما ينفعش يقول له أنت اجتهدت وأخطأت. ايا كان مين اللي قايل الجمله دي، ايه المشكله ان انا اقول له انت اخطأت من غير ما اولها ومن غير ما احرفها ومن غير ما اخش في نيه اللي كاتبها واكذب على الناس واقول لهم البطاطس هي البطيخ لكن اللون متغير. تعالوا نشوف رده ايه عشان ما نطولش عليكم. خلونا نبدا. سائل أرسل تعليقا يقول فيه: الخرافات الموجودة فعلا في كتب الصوفية، مثلا ما رأيك في هذه الخرافة الموجودة في إحياء علوم الدين؟ يقول الغزالي: سأل أبو تراب أحد المريدين، سأله عن أبي يزيد البسطامي: هل رأيت أبا يزيد؟ فقال: إني عنه مشغول. فقال: ويحك، ما شغلك عن أبي يزيد؟ بص يا محترم، عشان بس الاخ بيبلغ كتير، يعني واحد شيخ كبير سأل المريد بتاعه ايا كان بقى هو مين، ابو تراب او غيره، بيسأل يعني خليه واحد من اهل السنة مثلا، يعني بيقول للواحد ايه اللي شغلك عن الشيخ فلان؟ قال له انا عنه مشغول. المفروض يقول له ايه؟ لا ما تنشغلش عنه، يعني هيوضح لك الشيخ ايه الرد بتاعه. قال: لقد رأيت الله. قال: ويحك، أتغتر بالله؟ والله لو رأيت أبا يزيد مرة كان أنفع لك من أن ترى الله 70 مرة. اسمع الحتة دي بقى. قال: لقد رأيت الله. قال: ويحك، أتغتر بالله؟ والله لو رأيت أبا يزيد مرة كان أنفع لك من أن ترى الله 70 مرة. بص يا محترم، أبو تراب بيسأل المريد بتاعه بيقول له إيه؟ لو شفت أبا يزيد، فالمريد بيقول له أنا عنه مشغول، فبيرجع يكررها له تاني: لو شفت أبا يزيد، المريد يقول له يا عم أنا عنه مشغول. فأبو تراب ضيق على المريد، فالمريد اتضايق هو كمان، فالمريد اتضايق فبيقول له: ويحك، ماذا أصنع بأبي يزيد؟ قد رأيت الله تعالى فأغناني عن أبي يزيد. طبعا أبو تراب مش هيسكت، أبو تراب بيقول أنا هاج طبعي، وقمت قايل له ايه؟ ويلك أتغتر بالله؟ لو رأيت أبا يزيد مرة خير لك من أن ترى الله 70 مرة. فبيقول لك: فبهت الفتى من قوله وأنكر عليه. طبعا الطبرس ده هيقول لك ايه؟ مفيش حد أنكر عليه إلا الوهابية. يا أخي ده اللي اتقالت له الكلمة أنكر عليه. فطبعا أستاذ التأويل والتعطيل هيخلي البطاطس بتنجان من القول ده. تعالوا وراه اسمع. والله لو رأيت أبا يزيد مرة كان أنفع لك من أن ترى الله 70 مرة. أليست هذه خرافة على ما فيها من سوء الأدب
مع الله، وهي موجودة في إحياء علوم الدين، وأنا قرأتها ولم أؤكد ولم أكد أصدق أن شخصا يقول هذا الكلام الفج. هذه من آثار تكلم قبل التعلم. دي الإجابة بتاعته. يعني واحد بيسأله سؤال قال له هذه من آثار التكلم قبل التعلم، طب جاوب وبعد كده فهمه إن هو جاهل. يعني أنت متخيل؟ اسمع. هذه من آثار تكلم قبل التعلم، سامحوني على هذا. الله لا يسامحك. أخي المعلق، نحن نعلمه إذا أحب أن يتعلم. ما يا عم الحاج، اللي عايز يتعلم يجيني، احنا نعلمكم الدين. هو اي حد كده تاخد منه؟ احنا معانا اسناد للبطيخ، الشيخ بطيخ بناخد اعلى اسناد في العالم، الشيخ طبرز تاخد منه العلم. طب تعالوا نشوف العلم، هل العلم بتاعه هيفتح كتاب يقول آية هيوضح؟ لا، زي ما قلت لك في المقدمة ان البطاطس هو يقصد ان هي بطيخ بس اللون مختلف شوية. ليست رفعا لشأن أنفسنا، ولكن هناك خطأ منهجي في فهم الكلام، في فهم الكلام، في فهم النصوص. يعني زي مثلا الرحمن على العرش استوى، يحورها ويعطلها ويغيرها وبتاع. قرر أنها خرافة موجودة فعلا، لانها فعلا خرافه موجوده فعلا. واحد بيقول لك انا رايت الله، التاني رد عليه قال له رؤيتك لابي يزيد خير لك من ان ترى الله. يبقى فعلا خرافه. لماذا هي خرافة موجودة فعلا؟ لأنه لم يفهمها. لأنه لم يفهمها. أنت ما فهمتش الكلام يا وهابي. أنها من سوء الأدب مع الله، وهي موجودة في إحياء علوم الدين. أيعقل أن شخصا يقول هذا الكلام؟ نعم يا أخي يعقل، نعم يا أخي يعقل، نعم يا أخي يعقل، وهذا الكلام لا غبار عليه وهو حق مبين، وهذا الكلام لا غبار عليه وهو حق مبين. يا سلام، حشيش تمام. تمام الحشيش تمام يا باشا. بص يا محترم بقى، هو لحد دلوقتي ما ردش، الرد جاي، الرد بقى في اللي جاي. يعني هو كل ده قال لك لا غبار عليها، الكلام تمام يعني عادي. تعالى بقى نشوف التأويل بتاعه هيفسرها ازاي. مش عيب ان انا اقول فلان اخطأ، مش عيب ان انا اقول فلان اجتهد واخطأ، مش عيب ان انا اقول الله اعلم بقصده ونيته، لكن الجملة تخالف الشرع الاسلامي، والجملة في ظاهرها، انا بقول في ظاهرها لان باطنها في بطن الشاعر، ظاهرها كفر بالله، وش كده سوء ادب مع الله. هل رأيت أبا يزيد البسطامي؟ هو فهم أخونا ماذا؟ أن أبا يزيد أحسن من الله تعالى، وهذا لم يخطر ببال أبي تراب ولا أبي يزيد ولا الغزالي راوي هذه الحادثة ولا كل من قرأ هذا الكلام قبل وجود العصر الوهابي. دخل في نية الكل، عرف منين ان قصدها كده؟ عرفت منين انت يلي مش وهابي؟ عرفت ان قصده غير كده. مفيش حد انكر عليه الا الوهابية يا اخي، ده اللي اتقالت له الكلمة انكر عليه. تعال نشوف القصد بتاعه. لأن العصر الوهابي صار الاعتراض قبل الفهم. رأيت الله، أين رأى الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان على حقيقته فيقصد الرؤية المنامية، وهذه لا عبرة بها بمقابلة العلم الصحيح. لو شفت ربنا في المنام فما تعتبرش، ما تاخدش بيها، دي اول حاجه. يعني ما بيتبنيش عليها احكام شرعيه. عند الصوفيه بقى الرؤيه المناميه بيتاخد بيها احكام شرعيه، ولو محتاج دلائل دلائل محتاج دلائل، اجيب لك دلائل ان الرؤيه المناميه يؤخذ بها شرائع في دين الصوفيه. رأى الله تعالى يعني رؤية مؤولة لا تقدم ولا تؤخر ولا ينبني عليها احكام شرعيه. رأيت الله تعالى يعني ان ياخذ الكتاب الكريم. رأيت الله تعالى يعني ان ياخذ القرآن الكريم. ايه علاقة الرؤية بالاخذ؟ انت معاك لغة عربية منين؟ يعني من جامعة ايه بالظبط؟ براميلي ولا ترع ومصارف؟ يعني ايه واحد رأيت الله تعالى يعني من الذي قال يعني دي بتاعتك انت لا مؤاخذة وانت قاعد في المصطبة، انما دين وقال الله وقال الرسول ما عندناش احنا، يعني بتاعتك دي. وأن يقرأه بنفسه دون عالم يبين له حقيقة ما فيه، فيكون قراءة كتاب الله على أمثال أبي يزيد البسطامي لا يوجد مقارنة بين هذا وهذا. هنا بقى توه. يبقى قراءة القرآن على أبي يزيد البسطامي خير لك من أن ترى الله، بس هو يحور مش هيعرف يقولها. هذا يقرأه على عالم حبر ولي من أولياء الله الصالحين يفتح له مغاريق الفهم، فكيف كانت خرافة إلا إذا تصورت أنه رأى الله فعلا. تجسيم اهو يا شيخ. رأى الله، عرفت منين ان ربنا مدور؟ فعلا أنه رأى الله فعلا، وهذا ممنوع لأي أحد من الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يوم القيامة. يعني تقول ان ربنا، يعني هو دلوقتي بيقول لك دي ممنوعة الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ان الرسول شاف ربنا فعلا. هو قال لك شاف ربنا فعلا، وهذه ممنوعة الا لرسول الله. فهل رسول الله فعلا شاف ربنا فعلا؟ معايا انت؟ اقرب لك من الكاميرا شوية. فعلا شاف ربنا، أنه رأى الله فعلا. إذا رأيت أنه يرى الله فعلا بدل ما كان مربع بقى كده شاف ربنا فعلا. النبي صلى الله عليه وسلم سألوه هل رأيت ربك؟ قال نور
أنا أراه وش فعلا. والثاني يرى أبا يزيد، فقارنت بين الله جل جلاله وبين أبي يزيد، إذن هذا من سوء محاكمتك لهذا الكلام. يعني أنت اللي ما بتفهمش الكلام، دي مش سوء أدب مع ربنا خالص يا جدع. عايز يبرر القصة فيطلع ربنا ما فيش سوء أدب يا عم، ما يقول لا كلمة عادية عادي. أنت تشوف أبي يزيد خير لك من أن ترى الله. لاحظ لو أقرأه 1000 مرة لا يقع في عقلي إشكال واحد. طب ما أنت جاهل، إحنا مالنا ومالك؟ أنت تقيس الكلام ده على نفسك مش علينا إحنا. أنت تقرأها يعني، ما أنت عندك بتأوله كلام ابن عربي وابن الفارض وتقوله عادي، خدته الجذبة 5 دقايق وقال الكلام ده ورجع تاني. إيه المشكلة؟ يعني كلام كفري طلعتوه كلام عادي وهو ما كانش يقصد، أو له تأويل له معنى تاني غير اللي أنتوا شايفينه. أنتوا بس اللي بتأولوا، يعني علماء في التعطيل والبطيخ بس. من أين جاء الإشكال؟ من عدم فهم الكلام. هذه من الخرافات. أين الخرافة في هذا؟ الله، رأيت الله، أشرحها لك على طريقة أهل العلم. على أساس إن اللي فات ما كانش على طريقة أهل العلم، يعني هو دلوقتي هيبدأ لك على طريقة أهل العلم. اللي فات ده على طريقة المصاطب، إنما اللي جاي على يمكن يكون طريقة أهل العلم أحسن من طريقة المصاطب. إذا أردت رأيت الله بمعنى مجاز الحذف، يعني رأيت كتاب الله تعالى، معنى مجاز الحذف. أنا كان في واحد كاتب لي تعليق أما عملت منشور عنه على الفيسبوك، واحد عمل لي تعليق بيقول لي يا شيخ مش شغالة. إذن هو رأى كتاب الله يعني قرأه بنفسه، يعني صحفي أو مصحفي. إيه علاقة الرؤيا بالأخذ والقراءة؟ واحد بيقول لك رأيت الله. فين تأويلاتكم اللي هي بتبقى عند التعطيل والإنكار؟ ليه ما عطلتش وأنكرت هنا وخلاص؟ كانت فرصة قدامك تعملها، ما انتوا عادي متعودين على كده. هنا وقعت نفسك في مصيبة تانية. التأويل الأولاني إن هو رأى الله في المنام، ورؤية الله في المنام ما يتخدش منها أحكام شرعية على ما بتقول، فيبقى رؤية أبو يزيد البسطامي خيرا من رؤية الله في المنام 70 مرة، وده سوء أدب مع الله. التأويل الثاني إن هو رأى الله معناه إن هو قرأ كتاب الله. المصيبة هنا بقى فيما معناها ان كتاب ابو يزيد البسطامي خيرا من كتاب الله ب70,000 مرة. فاختار انت ما بين الاثنين ايها الجاهل، فاختار واحدة من الاثنين تبرز، فاختار واحدة من الاثنين، فكلاهما شر مبين. وقراءة كتاب الله، معرفش الحركة دي اشعرية ولا ايه بالظبط يعني، في وفهمه من إمام عظيم من أئمة المسلمين أو لا وأقرأ. طب ما رأيك أنهم يقولون أعطيك خرافة أخرى؟ يعني هو هيقول لنا خرافة أخرى، وطبعا قال خرافة أخرى مالهاش علاقة بالموضوع، بس هو يعترف إن دي خرافة فعلا. كويس إن أنت معترف إن دي خرافة فعلا. أعطيك خرافة أخرى، أنهم يقولون يا أخي اعرفوا قدر أنفسكم، أريحوا الأمة من هذه الأفهام التعيسة. أريحوا الأمة فعلا من هذه الأفهام التعيسة. أنتوا لا مؤاخذة عالم عايشة في البطيخ، لا عايشة في مية البطيخ. لو عايشين في البطيخ هيبقى أحسن من كده، إنما مية البطيخ بتطلع فنون زي كده بالظبط، يعني بالظبط. وبكده يكون فيديو النهارده خلص، وعند الله تجتمع الخصوم. سلام عليكم. سأقطع كل من عادى رسولي، وأبتر كل حبل للوصال، وأقليه وأبغضه جهارا رجاء